الشاب عز الدين الشلفي مساء اليوم بمستشفى الأختان باج بشلف عن عمر ناهز 44 سنة، ولم يتم التأكد لحد الساعة من أسباب الوفاة. ينضم إلينا عبر الهاتف الشاب دلة، وهو صديق المرحوم الشاب عز الدين الشلفي. مرحبا بك. اهلا وسهلا بكم والسلام عليكم. وعليكم السلام. طيب، طبعا تعزينا الخالصة في وفاة فنان يعني هو فقيد الجزائر اليوم. طيب، ما عساك تقول في مثل هذه الظروف؟ لحد رانا في السبيطار هذا وين ما عندوش يا ربي واحد الساعه ملي توفى الشيخ تاعنا، عيطوا له الشيخ تاعنا الله يرحمه عز الدين، وراني مع العائله تاعو، رانا في السبيطار في شلف. طيب، هل فيه أي أخبار عن أسباب الوفاة لأنه نجهلها لحد الساعة؟ اسباب الوفاه تاعو سكته قلبيه، كان عنده مقبل لوطونسيون، كانت عنده مقبل هي وقبضته خطر الاولى، وهذه الزوجه دايما الله ربي يرحمه. يعني كان في المنزل ثم نقل إلى المستشفى. كان في المنزل ودينا للسبيطار هنايا اللي جاي في لاسيتي، هنايا بلاصه اسمها تراكا. كي وصلنا لهنايا كان دايما الله ربي يرحمه الشيخ تاعنا عز الدين ربي يرحمه. رانا في السبيطار، رانا مع الاهل تاعو، رانا مع الغدوه ان شاء الله الدفينه تاعو. طيب، هو فقيد كل الجزائريين، خصوصا وأنه كانت عنده شعبية بحكم أنه لديه العديد من الأغاني السياسية. هل تعلم بأنه كان يحضر مثلا لأغنية، خصوصا ونحن مقبلون على موعد سياسي هام؟ ديجا هو محضر ألبوم راه عند إيديتور، فان يغني على الفساد ويغني كيما تعرفوا هو بلي رجله وزعيم. احنا نعيطوا له الزعيم ونعيطوا له الشيخ، وراني مع جاره وصاحبه وخويا ماه اللي متربي معاه. فاني يزيد يعطيكم كلمه فان الجمهور اللي يسمع فينا والله يرحمه، ادعوا له ربي بالرحمه. وحنا نعيطوا له الشيخ تاعنا هذاك عندنا الشيخ تاعنا واحد في شلف، واللي كاع الجمعيه بغي ديجا رانا في السبيطار. الشعب راه هنايا ما كاش وين تقاري. هو كان معروف عنه تواضعه وعفويته، لهذا كانت عنده شعبيه، خصوصا وانه يغني كذلك اغاني سياسيه تحاكي ربما المعاناه على الجزائريين. هو يغني على الحقره، على الفساد، على الظلم، على الحقره اللي في الجزائر، على بزاف امور، ويبغي كاع القلاليل وكاع الناس يبغيهم. والشيخ هذاك كما قال لك الشيخ تاعنا عندنا غير واحد ربي يرحمه، فقدنا فنان كبير والشيخ تاعنا. وكنا نعيطوا له قبل الوفاه تاعو، كنا نجيبوا له خدمه، يقول لي ما نروحش. لا ما نروحش، راني عيان وراني مانيش باغي نخدم. راه عنده واحد شهرين حسيت باللي ماهوش مليح، راه مريض وراه عيان. كيما درنا له وقص شويه مسكين في اللحظه اللي هو رجل ما يبغيش الفساد وما يبغيش الخساره، وكاع النار هذوك طرطق له عرق ربي يرحمه. طيب، ما هي ربما أهم أو آخر لقاء جمعكم في المنطقة، وأنا أعلم أنك صديق له، ربما ما هي الكلمات التي تذكرها أو تنقلها لنا عنه؟ الخطرة التالية قال لي هواد أنا الشيخ تاعنا مسكين، كنا قاعدين حدا دارهم وكان مصمم باش يحبس هذا الخدمة. قال لي خلاص أنا ما نخدمش كيما بكري وكرهته وخلاص بزاف عييت. وكان معايا في خارج الوطن، فان كان يداوي مسكين على الرجل تاعو، فان كان مريض منها، كان معايا في خارج الوطن، كنا في رحبه. قال لي راني مريض قلت له مسكين واحد كيسموها هذيك واحد المحزمه هذيك قلت له ديرها الشيخ. قال لي انا ما نديرش هذه، قال لي نمشي على الله. وحتى اليوم هو ما يبغيش الطبيب، ما يبغيش يروح الطبيب، ما يبغيش يدير العمليه حتى راه على هو الله يرحمه. ربي يرحمه ان شاء الله ويوسع عليه. شكرا جزيلا لك سيدي الفاضل، كنت معنا. نعم. وهاو جارو هنايا وفاميتو ياماها اللي معروف ياماها، يعطيكم كلمه فانيكين يا رب. هذا من عائلته، من عائله الفقيد. هذا من عائله تاعو، هذا اكثر من خو كاع عايش. هذا ياماها معروف، كاع الناس عرفوا باللي. يلا باختصار سي ياماها، مرحبا بك. وطيب نعزيوك في فقيد الجزائر الفنان عز الدين الشلفي. الله يرحمه، نطلبوا له بالرحمه، ونطلب الشعب الجزائري يطلب الشيخ عز الدين تاعنا الرحمه، وطلبوا الشعب الجزائري يسامحوه والله يرحم الشيخ عز الدين تاعنا. طلبوا له بالرحمه برك، ولا طالبوا له والو، طلبوا له بالرحمه. راحت الشيخ، الله يرحمك الشيخ، الله يرحمك. ربي يصبركم ان شاء الله، ربي يصبركم ان شاء الله ويكون معكم. شكرا لك سيدي الفاضل، كنت معنا عبر الهاتف. نمر الان الى الفقره المحليه الان مع احلام شواربي من القسم